اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل تحليه سهله وسريعه وطعمها تحفه. هنعمل مع بعض كيكه بالشوكولاته وكمان عليها كراميل، طعمه حلو جدا جدا وولادك هيعشقوه. حاجه كده بترطب على القلب في حر الصيف والنار اللي احنا فيها دي. ربنا يهونها علينا يا رب. شايفين شكلها حلوة جدا، تعالوا نقطعها ونشوفها من جوه. شكلها حلو وتقديمها حلو وطعمها احلى بكتير. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، القطعة متماسكة شكلا وطعما وريحة كمان حلوة. ايه رأيكم بقى؟ طبعا مفيش حد ما بيحبش الكريم كراميل وكمان كيكة الشوكولاتة. يلا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا كبة، انا هعمل فيها الكيكة على طول. هحط حبايتين من البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. كمان هحط باكت من الفانيليا. طبعا لو انتي بتخافي ان الكيكة تفشل معاكي او البوتاجاز بتاعك مش قد كده والكلام ده، نصيحة اعمليها في بولة، ما تعملهاش في الخلاط يعني. كمان حطيت معلقة كبيرة من الخل، كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، ونص كوباية من المية المغلية. هضرب كله مع بعضه. هركب بس الكبة بتاعتي كويس. ممكن تعمليها في الخلاط، ممكن تعمليها من المضرب الكهربائي، المتاح عندك اعملي بيه. بس انا بصراحة كان عندي ضيوف يعني وكنت مستعجلة وعايزة اخلص بسرعة. هنا ضربت المكونات كويس جدا مع بعض، البيض والفانيليا والخل والسكر والزيت والمية. هضيف بقى كوباية كده مليانة من الدقيق منخول طبعا، واحط عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. وطبعا انا كنت حاطة على الدقيق ذرة من الملح، وكمان هحط باكت من البيكنج باودر. طبعا لو مش متاح عندك باكت ممكن تحطي معلقة صغيرة عادي. هنا عاملين مقدار صغير عشان يبقى عندنا مساحة ان احنا نحط الكريم كراميل. هنا خلطت المكونات كويس جدا. هشيل بقى الكبة بتاعتي، لو في اي حاجة في الجوانب ولا كده هعملها بالاسباتيولا عادي، مفيش اي مشكلة. هضربها بقى ضربة كده كويس بسرعة. شايفين القوام بتاعها حلو جدا ما شاء الله. عندي هنا بقى صينية دهنها دهنة بسيطة من الزيت. طبعا الشكل المتاح عندك ممكن تعمليها في صينية مدورة، صينية مستطيلة، القالب ده لو متاح عندك، قوالب صغيرة عادي المتاح عندك اعملي بيه. هفضي الخليط بتاعي كده. وطبعا قبل ما اشتغل في الكيكة انا مشغله الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، يسخن معايا كويس عقبال ما اخلص الكيكة بتاعتي. هخبطها خبطتين كده عشان تطلع فقاعات الهواء، واحطها بقى في صينيه الومنيوم عشان انا بخاف بصراحه من التيفال والحاجات دي اللي تحرق الحاجه. وهدخلها بقى على الرف الوسطاني لمده تلت ساعه او 25 دقيقه. هتطلع معايا بالطراوه والجمال ده. طبعا انا هنا قلبتها، هي شكلها مفعكس شويه عشان قلبتها وهي سخنه زي ما قلت لكم، كان عندي ضيوف ومستعجله عايزاها اعملها وتبرد بسرعه، فقلبتها وهي سخنه فطلعت معايا مش منتظمه قوي كده. بس هي ككيكه طعم وان هي هشه وطريه وجميله حلوه جدا. عندي بقى هنا في كسرولة هحط نص لتر من اللبن او الحليب زي ما بتقولوا عليه. حطيت كمان باكت من الكريم كراميل وركنت الكراميل بتاعه على جنب. دوبت كده كويس الاول على البارد، هرفعه بقى على النار. هفضل اقلب فيه لغايه ما يوصل معايا لمرحله الغليان. شايفين هو كده خلاص بيغلي معايا اهو، يدوب كويس جدا جدا الاول. هنا خلاص ابتدى يغلي، لازم يغلي معايا الاول، ما ينفعش يسخن بس واشيله، لازم يغلي كده. تمام، بصوا انا بوريكم ان هو بيغلي اهو كده. خلاص هشيله بقى. وعندي هنا القالب اللي انا كنت عامله في الكيك. طبعا انا قلبت الكيك وسيبته يبرد على جنب، وغسلت القالب بتاعي كويس. حطيت فيه الكراميل. طبعا انا كنت دهناه دهنه بسيطه من الزيت
كنت خايفة بصراحة لا يلزق عشان كان اول مرة اعمله. ممكن لو انتوا واثقين من الحاجة بتاعتكم ما تدهنوش زيت عادي. حطيت هنا الكراميل وهوزعه كده في القالب. طبعا هو الزيت بيزحلقه شوية بس في الاخر هيبقى موجود برضو، ما تقلقوش. هصب بقى عليه الكريم كراميل بتاعي وهو سخن زي ما هو. تمام كده خلاص انا صبيت الكراميل بتاعي، الكريم كراميل. هحطه بقى في اي طبق كده وهدخله التلاجة لغاية ما يتماسك معايا شوية، مش يتماسك قوي، يتماسك شوية يعني حوالي 10 دقايق. وهنا طبعا الطبق اللي انا قلبته ده كانت الكيكة فيه، فانا قلبتها كده. شايفين؟ هضغط عليها بقى شوية ان هي تتماسك يعني في الكريم كراميل بتاعي. زي ما قلتلكوا بصوا لو تلاحظوا من الجوانب بتاع الصينيه كده ان هو لسه طري، انا ما استنيتش عليه يبرد تماما لان انا عايزه الكيكه تتماسك معايا. هغطيه بقى كمان مره وادخله التلاجة لغايه ما يتماسك، مش اقل من ساعتين. طلع معايا بقى من الجمال ده. طبعا انا بعمل بايدي كده، بتكي بايدي حاجه بسيطه عشان تتقلم معايا بسهوله. ايه رايكم بقى؟ شفت الكراميل برضو على الوش ازاي؟ ايه رايكم في شكلها؟ انا عندي هنا مكعب شوكولاته سيحته على حمام مائي وحطيت عليه معلقه من الزيت. هزين بيه بقى. طبعا ممكن ما تزينيش باي حاجه وتكتفي بالكراميل اللي عليه، ممكن تزيني باي صوص انت حباه عادي، المتاح عندك والمتوفر اعملي بيه. بس انا بصراحه حبيت الشوكولاته، قلت مع كيكه بشوكولاته هتبقى طعمها حلو، وفعلا كان طعمها يجنن. ايه رايكم بقى في شكلها؟ لازم تجربوها في الحر اللي احنا فيه ده، هتدعولي بجد. يا ريت لو وصلتوا معايا لغايه هنا من الفيديو، بالله عليكم ساعدوا اختكم وشجعوني على قد ما تقدروا. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. معلش بالله عليكم شجعوني زي ما قلتلكوا، حطوا لايك وعلقوا كومنت حلو منكم وشجعوني بدعوه حلوه من قلبكم، لكم المثل ان شاء الله. وقولولي ايه رايكم في الوصفات اللي انا بعملها. شايفين القطعه عامله ازاي؟ حلوه جدا، لازم يا جماعه تجربوها والله بجد هتعجبكم قوي. ايه رايكم بقى؟ زي ما قلتلكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. نفسي اكبر بيكم ومعاكم وبحبكم ليا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في وصفات جايه كتير ان شاء الله. والسلام عليكم.